صباح الخير. اليوم حاخدكم معي يوم كامل بإيش آكل خلال يومي عشان أخسر من وزني. هلأ أنا كان وزني طبيعي، لكن مع الظروف صار رجع الوزن زاد من تقريبا 8 كيلو، فأنا حاليا بحاول أرجع أخسره. بالنسبة إلي وجبة الفطور من أهم الوجبات خلال اليوم، وكل ما كان فيها البروتين عالي كل ما حسيت بالشبع طول اليوم، ما بصير إلي شهية آكل أكتر أو أفكر بالأكل أكتر. فأخذت توست حبتين، بستخدم توست الحبوب الكاملة، كتير لذيذ وممتاز، ما يفرق كتير عن الأبيض بالطعم. راح أحطهم بالتوست عشان يتحمصوا ويكون طعمهم زاكي. راح أعمل جبنة قريش مع المربى، كتير الميكس هذا لذيذ، والجبنة القريش دايما بيكون فيها الملح قليل، فبتكون لذيذة مع الأشياء الحلوة مثل العسل أو المربى، كتير طيبة، جربوها لو ما جربتوها قبل هيك. جهز التوست وحطيت المربى، استخدم ملعقة صغيرة. لو كان عندكم مربى بدون سكر فهذا ممتاز كتير، لكن أنا اليوم ما كان عندي إلا هاي المربى فاستخدمتها. لكن أنا بنصح دائما نستخدم المربى اللي بدون سكر، حتى بتكون الكمية أكبر من هيك فأنسب لخسارة الوزن. دهنت التوست بالمربى وحضيف عليها جبنة القريش. انتوا ايش بتفطروا بيومكم؟ احنا احيانا كتير بافطر بيض، لكن اليوم كان جاي على بالي حاجة حلوة وفي نفس الوقت مشبعة. بعد ما نحط المربى نضيف جبنة القريش. طبعا جبنة القريش كل 100 جرام فيها تقريبا فقط 110 سعرة و25 جرام بروتين، يعني كتير مشبعة وكتير رائعة للدايت، بنشبع وطعمها زاكي كتير كمان. وكمان بحب مع وجبة الفطور أحيانا أخذ حاجة أحلي فيها زي الفاكهة. إيش كان عندي متوفر فاكهة بضيف مع الفطور، أحيانا بعد الفطور أو مع الفطور. فاليوم أخذت بطيخ، البطيخ جدا هيك ببرد خاصة بهذا الجو، فأخذت شريحة واحدة. كمان البطيخ فيه كتير نسبة مية، تقريبا 90% من البطيخ عبارة عن مية، وكل 100 جرام من البطيخ فقط 30 سعرة. فأنتم متخيلين إنه بنقدر ناكل كمية كبيرة وبسعرات قليلة. وهذا الذكاء في الدايت، إنه نختار أكل كميته كبيرة وكمان سعراته قليلة. وهيك صار جاهز فطوري، وبس هيك راح استمتع بفطوري. واخدت معاه كاسة قهوة سوداء أو ممكن تسموها انتو التركية، وميكس الجبنة القريش والبطيخ والمربى كتير لذيذ، لازم تجربوه. بعد ساعتين تقريبا حسيت اني بدي كمان سناك، وانا هذا اليومين كان عبالي اشياء حلوة اغلب الاوقات. في ايام بكون بدي سناكات مالحة، وفي ايام بدي سناكات حلوة، فحلو الواحد يسمع لاحتياجه وياخد الاشياء اللي بتيجي على باله. كان عندي رايس كيك، الرايس كيك جدا ممتاز في الدايت، سعراته جدا قليلة، يعني الحبة الواحدة حسب النوع، بس هاي كان فيها 27 سعرة، مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني. الفول السوداني والموز أنا هذا الميكس المفضل عندي. فأخذت نص موزة أضفتها على زبدة الفول السوداني، وكمان راح أضيف شوية شوكولاتة شيبس عليهم. وبس هذا السناك كتير بسيط وسهل وكمان مشبع. طبعا فيكوا تاخدوا أي حاجة انتوا بتحبوها، ممكن فاكهة مع مكسرات نية، لكن نحاول ما نكتر من المكسرات، يعني 6 حبات 8 حبات بتكون كافية. لو احنا هدفنا خسارة الدهون، دائما نركز على الكميات لما يكون هدفنا خسارة الدهون. طبعا لو ما بتعرفوني فأنا أخصائية تغذية، وكمان عندي صفحة على الانستغرام بحط لكم الرابط بالوصف، وبستقبل اشتراكات من رابط الانستغرام. بالنسبة للغدا راح أعمل شاورما. في البداية راح أقطع الصدر شرائح خميلة أو رفيعة اللي يناسبكم، ونتبل صدر الدجاج. مكون الأساسي للشاورما هو الزبادي، وفي بهارات حتكون مكتوبة بالوصف. بستخدم زبادي يوناني عالي للبروتين عشان تزيد البروتين في الوجبة. كمان ضفت بابريكا وملح وبهارات دجاج وبهارات كمان شاورما، وشوية من الفلفل الأسود وبهار ثوم بودرة، أكيد عصرة ليمون. نتركهم نحرك كل المكونات مع بعض، ونترك الخليط
تتبل كويس لمدة نص ساعة. راح أجهز المقبلات اللي حتكون مع الشاورما. حتكون في بطاطا صحية قطعتها لشرائح رفيعة، وراح أسلقها 5 دقايق فقط. ليش؟ لأنه حتكون طرية أكتر، ما حندخلها للفرن قبل السلق. إذا دخلناها مباشرة للفرن حتكون ناشفة وطعمها مو زاكي، فالأفضل لما نعمل بطاطا صحية نسلقها 5 دقايق بس، بعدين ندخلها الفرن. وهذا أنا اللي سويته، سلقتها ودخلتها الفرن. لا مش قصة. كمان حاجة زاكية كتير مع الشاورما هي البصل بالسماء. هاي كانت ماما تسويها زمان وحتى الآن مستمرين نعملها. فهي بنقطع البصل شرائح رفيعة تكون مثل الهلال، بعدها حنضيف عليهم ملح وسماء ونعصرهم مع بعض، يعني نحاول إن نشيل المية اللي بتطلع من البصل. حتكون هيك البصل يبين دبلان ومتبل كويس بالسماء والملح. كتير هذا بتكون زاكي مع الشاورما، بس أنا كترت هنا شوية ملح. وهيك صارت جاهزة البصل بالسماء. حنجهز صوص الطحينية اللي هو بدل التومية. بنضيف أي علبة زبادي يوناني أو زبادي عادي مع شوية من الطحينية وكمان عصرة ليمون وملح. بنحرك وهيك بكون جاهز. حرك لما نصل لهذا القوام. بالنسبة للبطاطا بعد ما انسلقت طلعتها وتبلتها بشوية بابريكا وملح وحطيتها على الفرن. الفرن الجريل مش الفرن العادي، بس عشان تتحمر. بالنسبة للشاورما بعد ما تبلت نص ساعة هنضيف شوية زيت نباتي أو زيت زيتون لو متوفر عندكم، بس كان مخلص من عندي، مع الشاورما، ونضلنا نحرك فيها ونغطيها لما تنشف المية وتصير زي هذا القوام بتكون استوت المشاورما. يلا نجهز عاد الساندويتش. بعد كل هالتعب أخذت نص ساندويتش من الخبز اللبناني، أو مش عارفة شو بتسموه، اكتبولي بالتعليقات. حطيت ملعقتين من الصوص الطحينية اللي عملناه، وكمان من البصل والسمان. وأكيد الشاورما. ونلف الساندويتش ونحطه على التوست. طبعا هذا اختياري إلكم، ممكن بالمقلاية أو بالتوست، على الحالتين بتزبط. ونجهز الطبق. بعد ما استوت الشاورما حطيت البطاطا اللي شويناها وكمان شوية من الصوص الطحينية اللي سويناه، وبس هيك صارت الوجبة متكاملة، فيها بروتين ودهون صحية ونشويات، غير إنها عن جد مشبعة. مع إنه ممكن تبين الكمية صغيرة، بس عن جد مشبعة لأنه كمية البروتين فيها جدا عالية. بالعافية عليكم إذا بتجربوا هذه الوصفة، كتير لذيذة، لازم تجربوها. أكيد سناك بعد الغداء أخذت عنب. وآخر حاجة بالعشاء بعد تقريبا 4 ساعات زبادي يوناني. باخد حاجة خفيفة، زبادي يوناني عالي البروتين، هذا فيه 15 جرام بروتين، مع فاكهة. إيش ما كانت الفاكهة المتوفرة عندكم بيكون كتير حلو. وكمان حضيف مكسرات نية للدهون الصحية، وشوية من البذور الشيا علشان تعطي شبع أكتر. بذور الشيا كتير ممتازة، تعمل امتلاء في المعدة، فبالتالي بنحس بشبع أكتر. وبس هذا يومي. أشوفكم فيديو